بتشوف الناس بتتجمع بتضحك وبيعملوا صداقات بسهولة، بينما انت واقف بتتفرج وبترجع تسأل نفسك: هو العيب فيا ولا أنا غير مرغوب فيا؟ الحقيقة إن الموضوع ملوش أي علاقة بشخصيتك، لكنه متعلق ب5 أخطاء سيكولوجية بتعملها بدون ما تحس. والأصعب من كده إنك كل ما تحاول تقرب أو تكسر العزلة دي بتحس بغربة أكبر، كأن في جدار شفاف بينك وبين باقي العالم. في الفيديو ده مش هقولك كلام إنشائي من نوعية خليك واثق في نفسك أو ابتسم في وش الناس. إحنا هنشرح الميكانيزم السيكولوجي اللي عقلك الباطن بيستخدمه بيخليك تطرد الفرص الاجتماعية بدون ما تدرك، وهديك الخطة العملية اللي تكسر بيها الدايرة دي للأبد. الخطأ الأول بيحصل قبل ما تنطق بكلمة واحدة. لما تكون خايف من الرفض أو الخجل، عقلك الباطن بيفعل ميكانيزم دفاعي لحمايتك. لغة جسدك بتبقى مشدودة، عينك بتتهرب من التواصل البصري، وتعبيرات وشك بتميل للجمود. انت بتكون فاكر انك كده بتحمي نفسك من الرفض، بس الحقيقة ان الناس بتترجم الإشارات دي بشكل خاطئ تماما. هم مش بيشوفوا خوفك، هم بيشوفوا انك مغرور أو مش مهتم تتكلم معاهم. انت بتديهم إشارة رفض مسبقة فهم بيبتعدوا، وترجع انت تعتقد انهم رفضوك. الخطأ التاني هو رفع سقف التوقعات واشتراط العمق من أول لحظة. انت بتدخل أي تجمع وعقلك يدور على الشخص المثالي اللي يشاركك كل أفكارك واهتماماتك العميقة. بس الواقع السيكولوجي للبشر بيقول إن الصداقات ما بتبدأش بعمق، الصداقات بتبدأ بتفاهة مشتركة، موقف عابر، ضحك على حاجة بسيطة، أو كلمة في طابور. استئناسك للمثالية وبحثك دايما عن نقاء العلاقة بيخليك تفوت عشرات البدايات البسيطة اللي هي في الأصل البذرة الوحيدة لأي صداقة عميقة. الخطأ الثالث هو إنك بتدخل أي مكان بصفتك مراقب للوضع ومش مشارك فيه. في كل كلمة بتقولها عقلك بيعمل مراجعة وسيناريوهات. هل كلمتي دي كانت غريبة؟ هل ضحكتي شكلها بايخ؟ هل كده هم بيحكموا عليا؟ التفكير الزائد ده بيمحي العفوية، والعفوية هي السر الأول للبساطة والجاذبية. لما تكون مجهد ذهنيا بالتركيز على شكلك ورأي الناس فيك، مش هتعرف تركز مع الشخص اللي قدامك، وده بيخلي الحديث معاك يحسسه بالتكلف والجمود. الخطأ الرابع هو الوقوع في فخ إرضاء الجميع. لما تحاول تكون الشخص اللطيف زيادة عن اللزوم اللي بيوافق على كل حاجة وملوش رأي يضايق حد، انت بتفقد بصمتك وشخصيتك تماما. الناس مش بتنجذب للشخص اللي بيردد كلامهم وخلاص، الناس بتنجذب للشخص اللي عنده هوية واضحة وحدود. لما تلغي رأيك عشان تعجب الناس بيحصل العكس بالظبط، بيشوفوك شخص عادي غير مؤثر ومفيش وجه إثارة يخليهم يرغبوا في التقرب منك. عشان تخرج من الدايرة دي فوراً محتاج تطبق 3 قواعد سيكولوجية بسيطة. أولاً، قاعدة ال3 ثواني. أول ما تلمح فرصة للحديث في شغل، جامعة أو جيم، اتكلم في خلال 3 ثواني قبل ما عقلك يلحق يحلل ويخوفك. اسأل عن حاجة بسيطة في المكان أو علق على موقف بيحصل قدامكم. ثانياً، استراتيجية الاهتمام بدلاً من الإبهار. بدل ما تقلق إزاي تكون شخص ممتع أو مبهر، ركز إنك تكون شخص مهتم. اسأل اللي قدامك عن رأيه واسمعه باهتمام. الناس بتحب اللي بيسمعها وبيركز معاها أكتر بكتير من اللي بيفضل يتكلم عن نفسه. ثالثاً، كسر المثالية بالمواقف العادية. بلاش تدور على الصديق الأنتيم من أول يوم. تعامل مع المعارف على إنهم خطوات بسيطة، والتكرار البسيط غير المضغوط هو اللي بيصنع الصداقة مع الوقت. لو الفيديو أضاف لك معرفة جديدة، ادعمنا بلايك واشترك في القناة عشان توصلك كل حلقاتنا أول بأول. واكتب لي تحت في التعليقات ايه اكتر عادة من ال5 اخطاء دول اكتشفت انك بتعملها بدون ما تحس. وقول لي في التعليقات كمان حابب الفيديو القادم يكون عن ايه. اكتر موضوع هتطلبوه هو اللي هعمل عنه الفيديو الجاي مباشرة ان شاء الله. اشوفكم على خير.